الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا اليوم في مسيرنا في باب المواريث إلى باب الحج، وهو باب مهم للغاية يا أخواني. بل إن بعض العلماء من علماء الفرائض وغيرهم يقولون يحرم على من لا يعرف باب الحجب وأحكامه أن يفتي في الفرائض. يعني حرام عليك مثلا إذا جدت مسألة في المواريث أن تفتي وأن تقضي وأن تحسب دون أن تعرف هذا الباب، لأن هذا الباب يا أخواني مهم للغاية. فائدته طبعا ماذا يقول العلماء بتحريم الإفتاء في هذا الباب لمن لا يعرف؟ لأنك قد تعطي من لا يستحق، لأنك قد تعطي من يكون محجوبا، من يكون محروما من الميراث أصلا يعني. فلا بد أن تعرف يعني تأتيك مسألة مثلا وأنت لا تعرف قواعد الحجب. يقول لك مسألة مثلا مات ميت عن أب ترك وراء جد مثلا أم، تمام؟ تأتي أنت تقول الأب ما في فرع وارث سدس، الجد مثل الأب سدس، الأم ما في فرع وارث كمان سدس، تمام؟ طيب نأتي هنا فنقول عصبة، تمام؟ اللي هو الباقي. طبعا إذا حليت بالشكل هذا طبعا أنا محلها شلون؟ بطريقة من لا يعرف قواعد الحجب، من لا يعرف قواعد الحجب كل حرام، فتوى باطلة، هذه الفتوى باطلة، وسبب بطلانها أن الجد محجوب بوجود من؟ الأب، فالأب أقرب إلى الميت من الأب، أقرب إلى الميت من الأب. أم تأخذ ثلث؟ الأم هنا تأخذ الثلث، نعم، لعدم وجود فرع الوارث. معكم مساكن؟ المهم أنا ضربت مثال هكذا يا إخواني حتى تعلموا خطورة هذا الباب، لأنك إن لم تعرف قواعد الحجب ومن هو الحاجب ومن هو المحجوب تماما ومن يحجب هذا ومتى يحجب هذا وطريقة حجبه، هذه مشكلة طبعا لا تستطيع أن تقحم نفسك في هذه المسائل كلها. أعلم جاتك مسألة وما تعرف قواعد الحجب باختصار ماذا تقول؟ قل لا أعلم، سأل غيري، يعني غيري جزء عنده خبرة ودراية أكثر. وشوفوا سبحان الله، شوف الورع عند الصحابة. تتذكروا في لما ذكرنا في باب التعصيب لما الرجل السائل اللي سأل أبو موسى الأشعري هو أفتى قضى يعني في المسألة، لكن شو قالوا بعدين؟ يذهب إلى ابن مسعود فإنه أعلم مني بهذا الباب. ولما أفتى ابن مسعود في القضية قال والله لقد ضللت وما أنا من المهتدين، لأقضين في هذه المسألة بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى. فماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني مرة ثانية، لأنه ابن مسعود أعلم مني في باب الفرائض من أبي موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة أجمعين. واضح يا إخواني؟ طيب، عرفتوا خطورة هذا الباب أو خطورة عدم معرفة هذا الباب؟ طيب، ما الحجب وما هي أنواع الحجب؟ الحجب في اللغة هو المنع. لما أقول فلان حجبته عن الدخول، منعته من الدخول، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح عند الفقهاء هو منع الوارث. ترى إذا قلنا غير وارث أصلا هو غير وارث. هنا من هو الممنوع من الميراث؟ وارث، هو في الأصل وارث، لكن ما الذي منعه من الميراث؟ أحد سببين، إما وصف وإما شخص. منع الوارث من الميراث كله أو بعضه، كله يكون حجب حرمان أو بعضه يكون حجب نقصان. ترى من التعريف تفهمون هذا الرسم البياني اللي رسمته أنا لما قلت منع الوارث من الميراث. هذا المنع له سبب، إما أن يكون المنع بسبب وصف من الأوصاف الثلاثة اللي مرت معانا في باب موانع الميراث، ذكرتوها؟ نعم.
مين حافظ البيت؟ ويمنع الإرثاء على اليقين رق وقتل واختلاف دين. هكذا قال الناظم هنا في هذه البرهانية، لكن الرحبي قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. طيب الحجب، وأنا أكرر الرحبي اللي حفظناها من زمان الرحبي. الحجب نوعان يا أخواني، حجب أوصاف وحجب أشخاص. الأوصاف سهلة أصلا، بعض العلماء لا يدخلون هذا النوع في الوصف لأنه هو أصلا موانع. يعني أصلا إذا كان هذا المانع موجودا حتى لو كان وارث فهو غير وارث، حتى لو كان وارث فيعتبر غير وارث. يعني انتبهوا يا أخواني، الآن أنا هذه المسائل اللي كتبت الآن هذه ضروري تفهموها. وجودهم أي ملاحظة كعدمهم، من يكون محجوبا حجب أوصاف وجوده كعدمه، كانوا غير موجود. فلو مات زوج عن زوجة تمام، وابن كافر، ابن رقيق مثلا، وابن قاتل، وعم مثلا شقيق، تمام، كيف تقسمون هذا الميراث؟ كيف تقسمون الميراث؟ عبد الرزاق كيف تقسم؟ الزوجة ما تأخذ نصف، الزوجة يا ربع يا ثمن. الربع تفضل. الربع. لماذا يا عبد الرزاق؟ ترى هاي المسائل حتى لو ما اعطيتكم انا دائما حط لحالك مسائل وحل. اذا ما حليتوا مسائل ما تستطيعوا في هذا العلم تتقدموا. طيب الزوجة لها الربع. انا الحمد لله عندي القاعدة، وانا واثق من قاعدتي عدم وجود الفرع وارث. لو في ابن او في ابن او في بنت مثلا او بنت ابن اعطيناها الثمن. طيب الابن الكافر يمانع من موانع الفرع. طبعا هون بعض الناس يظنون انه لوجود الفرع الوارث فورا نعطيها الثمن، تمام. قل له هذا الكلام خطأ. ليش؟ لانه انا في عندي قاعده، من كان محجوبا حجب اوصاف، طبعا هو حجب اعمال وجوده كعدم، كانه غير موجود. يعني كأن المسألة زوجة وعم فقط، لأن المسألة زوجة وعم. فالابن الكافر محجوب لكفره، هذا مانع من موانع الميراث. والابن الرقيق أيضا لرقه، والابن القاتل لقتله، تمام يا أخواني؟ فهؤلاء الثلاثة هؤلاء وجودهم غير مؤثر، وجودهم غير مؤثر، ما أثر على الزوجة. فالزوجة بقي ميراثها الربع، لم ينقص ميراثها، لم ينقص ميراثها. العم عصبة طبعا يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. واضح يا إخواني؟ هاي سهلة. حجب الأوصاف سهل، وحجب الأوصاف ما في عندنا نقصان وحرمان. من كان محجوبا حجب وصف حجبه حرمان. ما نقول هنا يعني الكافر يعني نعطيه نص التركة لعله يسلم، لا، ما في. والرقيق لعله يعني وضعه يتحسن ويشتري نفسه، ما في اسمه حجب نقصان، هي كله حرمان، كله حرمان. واضح يا اخواني؟ شيخ في باب الحجب يا اخواني عندما يذكرون العلماء الفرائض باب الحجب هذا غير مراد. المراد هذا في باب الحجب اصلا المنظومه يقراها من اولها الى اخرها، هي في باب الحجب. هذا مفتوح ما في اوصاف، لكن من باب الفائده لكم، بس من باب الفائده لكم. نعم. اذا بدون قسم ميراث وعنده ابن كافر يقول جاسم، اذا اسلم يعطى، اذا ظل كافر لا مشكله هذه. الشيخ إذا أسلم بعد ما يقول هذا ضابط في ذلك الإسلام خلاص. الشيخ ما يقول هذا بيسلم شهر الوفاة، ما نعرف بالكلام هذا. مهم الإسلام هو الضابط. يعني زي المنافقين كان يصير من المنافقين بس لكن كان يعلموا في الظاهر. يعني مو قبل أبوه يموت بعد، لو هو قبل الذي يورث. نعم. لو يموت شيخ أسلم تمام، بعد ما مات وأسلم قد يظن ذلك، لكن نحن عندنا الضابط هو الإسلام. الإسلام في ميراث، ما في إسلام ما في ميراث، تمام.
حجب الأشخاص يا أخوان، حجب الأشخاص إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب نقصان. شو معنى حجب أشخاص؟ طبعا هو سبب الحجب وصف، هو سبب الحجب شخص، يعني شخص موجود، وجود شخص وارث حجب شخصا آخر وارث، تمام؟ لذلك سموه حجب أشخاص، حجب أشخاص. والموجود في البرهانية عندكم هو حجب الأشخاص، هو حجب الأشخاص. وبالمناسبة الموجود عندكم في الغالب الأبيات المذكورة هي في حجب الحرمان، في حجب الحرمان لا حجب النقصان. ولعلكم إذا قرأتم أي نظم أو أي نثر في المواريث إذا رأيتم باب الحجب في الغالب يكون هذا المراد، حجب الحرمان وليس حجب النقصان. حجب النقصان يعلم من خلال القواعد. يعني أنا لما شوفوا يعني باختصار عشان تفهم الفرق بيناتهم، يعني مثلا إذا كان عندي مثلا زوج وأخت شقيقة مثلا، تمام؟ ماذا نعطي الزوج يا أخوان؟ النصف لعدم وجود، والأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب، انفرادها وعدم وجود المعصب وعدم وجود الأصل الوارث. طيب هون نفس المسألة، زودنا على هذه المسألة زوج، تمام، وأخت شقيقة وأجل. شوفوا الآن هذه المسألة نفسها عمر تجربة متكسرة بدأ كثير. طيب هذه المسألة نفسها الزوج كان هون يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، هنا صار يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن، تمام؟ الأخت الشقيقة ما تأخذ شيء، محجوبة بالابن، محجوبة بالابن، والابن الباقي عصبة. في هذه المسألة هون الزوج حجبه حجب نقصان، تمام؟ شلون حجب نقصان؟ من النصف إلى الربع، من النصف إلى الربع، هذا حجب النقصان. وهذا كثيرا مر معنا يا أخوان. يعني الأم مثلا، الأم ينتقل ميراثها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوات، ينتقل ميراثها من الثلث إلى السدس، يعني يقولون من أحظ الميراث إلى الأنقص. طيب هون الأخت الشقيقة حجبها حجب حرمان، هذا هو حجب الحرمان يا أخوان. في المنظومة في الأبيات الخمسة الآن سوف تجدون الحديث كله عن حجب الحرمان، حديث كله عن حجب الحرمان. طيب السؤال الآن، لماذا لا يذكرون حجب النقصان؟ لأنه يعلم من القواعد، من خلال القواعد المراد مع الشروط في باب الشروط. اقرأ الشروط تعرف، اقرأ الشروط تعرف حجب النقصان من خلال الشروط التي مرت معك، من خلال الشروط التي مرت معك. تمام؟ واضح إلى الآن يا إخواني؟ واضح الفرق بين حجب الحرمان والنقصان؟ الأمر سهل ولا صعب؟ طيب الآن نبدأ بالقواعد التي ذكرها الناظم من خلال الأبيات التي ذكرها. طبعا ذكر 5 أبيات وكل جد بأب ينحجب وكل جدة يعجب الأولية وغير أنا؟ من يقرأ الأبيات الخمسة؟ فاروق. فاروق محضينها؟ وكل جد بأب ينحجب وكل جدة بيوم تحجب 5 أبيات. كل ابن بالابن فاحجبي واخ والاخت بدين والابي وولد الام ببنت الفضيله وبنت الابن وبجد مدخلا وبنت الابن بابنتين تحجب الا مع ابن لها يعصب وبشقيقتين اخت لاب مفردة على الاخ المعصب. ما شاء الله. القاعدة الأولى يا إخواني نجدها في البيت الأول، تقريبا كل بيت فيه قاعدة أو أكثر. يعني
هي قواعد 6 يا إخوان، موجود هنا قواعد 6. نستطيع نقول قواعد في باب الحج. القاعدة الأولى نستطيع نستنبطها من كلام الناظم، قال وكل جد بأب ينحجب. كل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب. طيب، أنا قبل أن أعطيكم القواعد لعلي من خلال هذا الرسم اللي راح أرسم لكم رسم البياني تقريبا سوف تعرفون باب الحجب، يصير عندكم تصور كامل عن باب الحجب. وهذا الرسم يعجبني، وجدته في الانترنت. طيب، هذا الميت يا اخوان اليوم دعمنا سوينا المستطيل. اهلا، تمام. الميت اللي فوق اصول واللي تحت فروع. طيب، هنا اب، تمام، هنا جد، هنا مثلا اب الاب، تمام، اللي هو اب الجد ابو الجد، تمام. كذلك في اصل عندي ماذا؟ ام، جده، وهكذا وانت صالح، تمام. هذا بالنسبه للاصول. الفروع عندك ابن وابن ابن وانت نازل، تمام. كذلك بنت مثلا ما يصير شيء، ما يصير. لا ابن بنت ابن، تمام. بنت ابن وهكذا، تمام. بنت ابن هؤلاء كلهم ورثة. انتم عم تلاحظوا قضية، نحن ما عم نكتب غير الورثة، تمام. بس الورثة، نحن غير الورثة ما بداعي وجع راسنا مشان غير وارث، نحن خلص الورثة هم الأهم، تمام. نأتي هنا، انتبهوا يا اخوان، هنا المسألة دقيقة. اللي على اليمين حواشي، اللي على اليمين واليسار حواشي، لكن هنا ما نكتب جهة الأعمام. انتبهوا، هاي العصبات اللي مرت معانا اللي ذكروها جهات بنوة أبوة أخوة عمومة. نبدأ طبعا جهة الأخوة هنا على اليمين. ليش على اليمين؟ لأنه جهة الأخوة أقوى من جهة العمومة، وسهمهم قصير، أما سهم الأعمام أطول، لأن الأخ أقرب إلى الميت من العم، تمام. طبعا هنا عم مثلا شقيق، تمام. هنا قبل العم الشقيق هنا باب الأخوة، الأخ شقيق، أخ شقيق. تحته بين طبعا أخ لأب، تحته ابن أخ شقيق، تحته ابن أخ لأب، تمام. ضروري تركزوا بها القضية يا إخوان. هون عم الشقيق، انزل هيك أسفل عم لأب، أسفل ابن عم شقيق، ابن عم لأب، تمام. طيب، الآن الناظم ماذا قال؟ الناظم قال وكل جد بأب ينحجب. يعني إذا شفت المسألة فيها أب وجد فورا نحط إكس على الجد، لأن الجد يحجب بالأب. إذا شفت في مسألة جد وجد وأبو الجد، الجد يحجب أبو الجد، وهكذا أنت صاعد، تمام. كذلك إذا رأيت في مسألة أم وجدة، تمام. طبعا حط إكس عند الجدة، لأن الجدة تحجب بالأم من أي الجهات كانت. لذلك استخلصوا قاعدة في الأصول يا أخواني. القاعدة في الأصول تقول، قاعدة الأصول الأدنى يحجب الأعلى، الأدنى يحجب الأعلى إذا كان من جنسه. إيش معنى من جنسه؟
يعني الذكر يحجب الذكر والأنثى تحجب الأنثى، هذا معنى من جنسه. تمام؟ إذا القاعدة الأولى هاي إن شاء الله ما ننساها في باب الحجب الأصول: الأدنى يحجب ماذا؟ من فوقه، يعني من فوقه إن كان من جنسه. شوفوا الآن الأب يحجب الجد، بس الأب ما يحجب الجدة. تمام؟ ليش قلنا من جنسه؟ انتبهوا ترى، وحتى في خلاف عند الفقهاء كثير. الأب يحجب الجدة التي هي أمه، وإذا رجعت إلى قواعد الفرائض كل من أدى إلى الميت بواسطة تحجبه تلك الواسطة إلا في هذه المسألة. فالراجح أن الأب لا يحجب أمه. في قضايا حجب الأصول يذكرون هذا الضابط لازم يكون من جنسه، لازم هذا القيد هذا من جنسه دائما نركز عليه، فهذا هو الراجح في هذه المسألة يا إخواني. تمام؟ فالأب لا يحجب الجدة. إذا في عندك في مسألة فيها أب مثلا وجدة، تمام؟ لا تقل الجدة إكس لأنه وجود أب، لا، الجدة هنا ليست من نفس الجنس تماما. نقول الجدة تأخذ السدس، معروف هاي ما فيه المسائل، الجدة دائما سدس، يا سدس يا محجوبة، يا سدس يا شو محجوبة، الأب الباقي تعصيبا. تمام يا إخواني؟ طيب شيخ، سواء كانت الجدة من طرف الأب أو طرف الأم، هذا هو الراجح. طبعا إذا كانت من طرف الأم قولا واحدا بالإجماع أن الأب لا يحجب الجدة التي هي من طرف الأم، خلاف الفقهاء بس بالجدة التي هي من طرف الأب. والصحيح والراجح أن الأب لا يحجب الجدة، الأب لا يحجب الجدة. من هي التي تحجب الجدة؟ الأم. من جهة الأب من جهة الأم ما في فرق، المهم اسمها جدة، المهم شو اسمها؟ جدة. يعني الآن عندي الأم أصبحت تحجب كل جدة، وهذا مر معنا في باب الجدات تذكرون؟ قلنا لكم الأم تحجب الجدة، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. يعني الآن عندك أم الأم تحجب أم الأم، وأم الأم تحجب أم الأم، وهكذا وأنت صاعد. الأدنى، شوف يا أخوان، شوف قلنا احنا الأدنى يحجب الأعلى. شوفوا سبحان الله في قواعد حجب الفروع راح تكون القضية معكوسة، غير طلعنا وغير نزلنا. تمام؟ لأنه عندك الضابط الأقرب. ليش عكسناها؟ لأنه هون الأقرب إلى الميت هكذا، كلما ابتعدت يعني كلما صعدت كلما ابتعدت قرابة هذا عن الميت. هون بالعكس، كلما نزلت كلما ابتعدت قرابة هذا عن الميت. واضح يا إخواني؟ أي سهل، صعب ولا سهل؟ لذلك قال الناظم: وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب. أعتقد هذه سهلة، لكن هذا القيد ذكروه دائما يا أخوان، من جنسه على الصحيح وعلى الراجح من أقوال العلم. طبعا احنا ما ندخلكم في المسائل الخلافية ترى، ولا دخلت فيها تفوتوا بألف حيط. تمام؟ لذلك أنا نعطيكم الراجح إن شاء الله. هذا نحن لنا ثقة يعني مثلا بأقوال علمائنا، مثلا مشايخنا ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ السعدي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الصنعاني، الشوكاني، هذا الذي رجحوه أن الأب لا يحجب أمه. تمام يا أخواني؟ فلذلك ذكروا هذا القيد، وهذا القيد من فوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح حال البرهاني، أنه لازم يقيد بهذا القيد من جنسه. طيب، هذه القاعدة الأولى، صعبة ولا سهلة؟ القاعدة الثانية شو قال الناظم؟ اقرأ عبد الرحمن: وكل ابن ابن فاحجبي والأخ والأخت ومليل ونحو. أيوة، يقول لك وكل، طبعا هي تقرأ وكل صحيح على كلا الوجهين صحيح، يختلف الإعراب بس الإعراب يعني. وكل ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي. القاعدة قاعدة الحجب. طبعا يا إخوان احنا ما دخلنا إن الأصول ماذا يحجبون، نحن بس عم نركز الأصول حجبهم في باب الأصول بس، يعني ماذا يحجبون في باب الأصول. تمام؟ وإلا إذا سألتني مثلا الأب ماذا يحجب؟ الأب مو بس يحجب الجد،
الأب يحجب الأخوة، طبعا يحجب الحوام، ويحجب أبناء الأخوة، ويحجب الأعمام، ويحجب أبناء الأعمام. هذا كله طبعا نحن ما سألنا سؤال، هي القاعدة في باب الأصول. هذه قاعدة في باب حجب الأصول. القاعدة الثانية في باب حجب الفروع فيما بينهم. طيب، القاعدة الثانية تقول كل ذكر يحجب من تحته. هو ركز على كلمة ذكر، تمام؟ كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. شفتوا هذا القيد مهم جدا جدا. إذا القاعدة الثانية ما هي؟ كل ذكر يحجب من تحته. يحجب من تحته. من، شفتوا؟ هون قلنا من فوقه، هون نقول من تحته. سواء كان من جنسه، سواء كان من جنسه أو غير جنسه. أو من غير جنسه. أو من غير جنسه، نعم. يعني أنت عندك مثلا، شايفين هذا الفحل يحجب كل شيء نازل تحت، لأنه هو أقرب هؤلاء إلى الميت. إذا سألت من هو أقرب شخص موجود بين هؤلاء إلى الميت أقول لك. فهذا الأقرب يحجب الأبعد، فهذا الأقرب يحجب الأبعد. لو كان هذا ميت، الابن يا أخواني انتبهوا، لو كان هذا ميت وهذا الطيب مثلا، هذا يحجب هذا الذي تحته، تمام؟ ويحجب هذه، تمام يا أخواني؟ طيب، أما هذه ليست بدرجته فلا يستطيع. هذه بنت الابن وابن الابن، أخوة هذا الأخوة، إخوة طبعا تأخذ طبعا الذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا إخواني؟ هذه سهلة. فأنت عندك هون الذكر هنا في باب الأصول ركزوا، الذكر يحجب الذكر والأنثى تحجب الأنثى. أما في باب الفروع لا، الذكر الفرع الوارث الذكر يحجب من هو تحته سواء كان ذكرا أو أنثى. تمام يا إخواني؟ فقلنا الابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن، فحجب الذكر وحجب الأنثى. هذا من جنسه وهذا من غير جنسه. واضح يا إخواني؟ فأنت في مسألة إذا رأيت مثلا ابن، تمام؟ وابن ابن مثلا، وابن وبنت ابن، بنت ابن، تمام؟ وهكذا. فشطب على الكل وأعطي الابن الميراث، لأن هؤلاء كلهم محجوبون بماذا؟ بالابن. لماذا؟ لأنه أنا في عندي قاعدة كل ذكر، تمام؟ كل ذكر في باب حجب الفروع، هي قاعدة في باب الحجب في الفروع فيما بينهم، يحجب من هو تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. سهلة ولا صعبة؟ شايفين قواعد الحجب سهلة ترى، ما هي صعبة. القاعدة يا شيخ. نعم. القاعدة الثالثة في الحواشي، ماذا قال في الحواشي؟ مع الأصول والفروع. قال والأخ، هو الأخت بدين ولا إيه لما وصل عندك والأخ والأخت بذين والأبي. طبعا احنا ما كملنا لكم الشرح، ما؟ طيب وصلنا عند الأخ، قال لك والأخ والأخت بذين والأبي. ما المراد بذين؟ طبعا ذين اسم إشارة، بذين ارجع على الكلام، بذين المراد به طبعا المراد بذين الابن وابن الابن. ما قال لك وكل ابن، طبعا وكل ابن بالابن فاحجبي. المراد هنا الذين الابن وابن الابن. فالابن اللي هو طبعا هنا الابن وابن الابن يحجبون هؤلاء. تمام يا اخوان؟ يحجبون الكل. تمام يا اخواني؟ يحجبون الاخ الشقيق، الاخ لاب، ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ لاب، تمام؟ لذلك قال طبعا هو الناظم، طبعا هي المنظومه مختصره، ما يريد ان يقول لك الاخوه وابنائهم والاعمام وابنائهم، خلاص انت تحفظها لحالك، تمام؟ الابناء الابن وابن الابن وابن ابن الابن وانت نازل، تمام؟ يحجبون الحواشي لأن جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة. هذا أخذناه في باب، أنا ما قلت لكم باب العصبات ساعدنا،
ساعدنا في باب الحجب كثيرا. باب البنوة أو جهة البنوة أقرب وأقوى إلى طبعا من جهة الأخوة. فالأخ الشقيق إذا مر معك في مسألة أخ شقيق، ما أقول أخت ترى دبو، راح يمر معنا الفرق بين أخ وأخت في بعض المسائل تماما. طيب إذا مر معك في باب الحجب عفوا، إذا كان في مسألة ابن وابن عفوا ابن إيش في أخوة؟ إيش في أعمام؟ إيش في أبناء إخوة؟ تمام يا أخواني؟ هؤلاء كلهم محجوبون بهؤلاء. يعني مسألة يا أخواني، إذا كان عندك في مسألة ابن تمام؟ وكان عندك مثلا أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وعم شقيق وعم لأب تمام؟ هؤلاء كلهم محجوبون بمن؟ بالابن. محجوبون بالابن، لأن الابن يا أخواني يحجب من تحته وكذلك يحجب الحواشي. الحواشي بصنفيهم، الأخوة والأعمام. تمام يا أخواني؟ فأنت تريد تختصر مسألة، قول الابن أو الذكر الفرع، طبعا الذكر الوارث، الفرع عفوا الفرع الوارث الذكر، الفرع الوارث الذكر يحجب الأخوة مطلقا. الأخوة مطلقا، شو معنى مطلقا؟ يحجب الأخوة مطلقا، حتى الأخوات لا حتى الخوات، الكل. لذلك ماذا قال الناظم؟ والأخ والأخت، والأخ والأخت بذين والأبي، بذين والأبي. يعني يريد أن يقول لك الناظم الإخوة من أي جهات كانوا تمام، والخوات والأخوات أيضا من أي جهات كانوا يحجبون كذلك بالأب بالابن وكذلك الأب وكذلك الأب. فإذا رأيت في مسألة ابن أو ابن أو أب، تبو ترى الثلاثة هذول، ركزوا على فعول الثلاثة هذول، هؤلاء يؤثرون تأثيرا عجيبا في قضية الحجب. الابن وابن الابن والأب، إذا شفت أخ لا طلع عليه خلاص محجوب. أخ لأب، أخ شقيق، أخ لأم، خلاص لا تنظر إلى صلته بالميت، خلاص أخ محجوب. أخت شقيقة، أخت لأب، أخت من أم، كلهم محجوبون. عم شقيق محجوب، عم لأب محجوب، ابن عم شقيق محجوب، ابن عم لأب محجوب، كلهم محجوبون. فأنا عندي أختصر المسألة، طبعا راح نمر معنا إن شاء الله يا إخواني. قاعدة مهمة في قواعد الحجب: الأصول لا يحجبون إلا بالأصول، والفروع لا يحجبون إلا بالفروع. أما المساكين الحواشي فيحجبهم الذكر من الفروع، عفوا من الأصول والفروع، فيحجبهم الذكر من الأصول ومن الفروع. واضح يا إخواني؟ واضحة ولا صعب المسألة؟ إلى الآن واضح. طيب القاعدة الثالثة ما هي؟ إذا أردنا أن نكتبها يعني في باب الحجب. القاعدة الثالثة في حجب الحواشي، في حجب الحواشي، فهي نفسها فيه والأخ لو أردنا أن نكتب قاعدة الثالثة في حجب الحواشي، لما قال والأخ والأخت قال نكتب القاعدة الثالثة ثالثا. نعم. كل ذكر من الأصول والفروع، ذكر من الأصول والفروع يحجب كل واحد يحجب أي واحد طبعا من الحواشي، أي واحد من الحواشي. يا سلام يا أخواني على القاعدة هذه، والله هذه القاعدة تريحك كثير. كل كل ذكر من الأصول، شوفوا ركزوا، كل ذكر هذا قيد مهم ترى، ما قال كل أنثى، كل ذكر من الأصول. إيش معنى الأصول؟ يعني الجد، الأب، الجد، أبو الجد، هذا طبعا هذا هو الذكر من الأصول. والفروع الابن، ابن الابن وأنت نازل، تمام؟ هذا معنى قولهم كل ذكر من الأصول والفروع يحجب من؟ يحجب الحواشي، يعني يحجب الأخوة مطلقا. شو معنى مطلقا؟ شقيق لأب لأم مطلقا، والخوات أيضا والأخوات مطلقا. واضح يا إخواني؟
لكن هذا القيد مهم. لما تشوف أب وتشوف عم شقيق، العم الشقيق محجوب بالأب. لما تشوف أب مثلا وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة محجوبة بمن؟ بالأب. فركز على هذه المسائل مهمة ترى. هاي قاعدة في باب حجب الحواشي، في باب حجب الحواشي. منين أخذناها؟ الناظم قال لك في باب حجب الحواشي، هو ما فصل لك القول، يعني ما في داعي يذكر لك الأعمام. إذا كان الأخوة اللي هم أقرب إلى الميت من الأعمام قال لك يحجبون بمن؟ يحجبون بذين الابن وابن الابن، تمام؟ والأبي. فالأب والابن وابن الابن يحجبون الإخوة وأبنائهم، الإخوة مطلقا وأبنائهم، الإخوة الذكور وأبنائهم، وكذلك الخوات، طيب اسأل سائل يقول ليش ما ذكر الأعمام؟ يا تميم زمانك من باب أولى إذا كان الإخوة اللي هم أقرب إلى الميت محجوبون بهؤلاء. فالعم الأبعد، شوفوا سهموا ليش بعدته؟ عشان تركزون على النقطة هذه تماما. هذه نقطة مهمة. هذا العم أنا بعد سهمه ليش؟ لأنه جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة. أصلا الأخ الشقيق مثلا هنا الأخ يحجب العم، بل إنكم والله لتستغربون. أبعد أو أضعف جهة من بالنسبة لجهة الأخوة اللي هو ابن الأخ لأب يحجب العم الشقيق. تخيل أخوة هذا، شوف سبحان الله كم ابن أخ لأب، تمام؟ شايف؟ ابن أخ لأب يحجب العم الشقيق. هذا أخذناه في باب العصبات يا إخواني. جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، هاي احفظوها تمام، مقدمة على جهة العمومة. وهذا مر معنا على كل الأحوال في باب الحواشي، عفوا في باب العصبات. ابن الأخ لأب طبعا هو ما ذكرنا ابن الأخ لأم، لأنه ابن الأخ لأم طبعا رحمه معانا أنه صاحب فرض، تمام؟ وصاحب فرض. أما هذول كلهم عصبات، ركزوا ترى ما عم تاخذون كلهم عصبات، هؤلاء كلهم عصبات. أخ شقيق عصبة، عم شقيق عصبة، ابن عصبة، ابن عصبة، الأب عصبة، الأم طبعا ذكرناها لأنه ذكرها الناظم هنا، تمام يا أخواني؟ طيب الآن ثم قال ماذا بعدها؟ قال وولد الأم ببنت فضلا وبنت الابن وبجد من خلا. طبعا الناظم يا أخوان، شوفوا الناظم يرى، وهذا باب مهم راح يكون معانا. وأنا إن شاء الله هذا الباب ما راح أعدي خالص عليه، راح نعدي 10 أبيات تقريبا، لأنه لا داعي لها. لأنه الناظم رحمه الله على رأي الجمهور أن الجد لا يحجب الأخوة. الناظم شافعي المذهب، والجمهور على هذا القول أن الجد، يعني إذا كان عندك أخ شقيق مع الجد أصل. نحن أخذنا قاعدة أن الأصول يحجبون الحواشي، الأصول يحجبون الحواشي، والفروع يحجبون الحواشي، والحواشي يحجب الأقرب الأبعد، والحواشي يحجب الأقرب الميت إلى الأبعد. هاي القاعدة يا إخواني. لكن سبحان الله وهذا أصل. الجد الآن نحن مو اتفقنا على أنه أب، وهذا هو الصحيح. ريح راسك من المسائل والخلافات. الجد أب إذا فقد الأب، تمام يا إخواني؟ هذه تريحك من كثير من المسائل، يعني ما تفوت بالمسألة الأكدرية ولا المسألة المعادات، هاي المسائل، ولا ميراث الجد مع الإخوة. لا داعي ل10 أبيات ذكرها الناظم. وين يا إخواني؟ موجودة الآية في بعد باب الحجب مباشرة. بعد باب الحجب أو عفوا بعد باب الحجب عندكم بيتان، ثم ميراث الأخوة مع ميراث الأخوة مع الجد، تمام؟ المهم يا اخوان، نحن قلنا وين هنا ما. طيب بنت الابن، بنت الام، شو المراد بنت الام؟ يعني هذه القاعده الرابعه. وولد الام، القاعده الرابعه من قواعد الحجب ايضا. قال لك الاخ من ام او الاخت من ام تحجب بمن؟ طبعا هاي المسألة
يحجبها كل ذكر من الأصول. هذا مهم. وكل ذكر من الفروع. وكل ذكر عفوا وأنثى من الفروع. إذا بالنسبة للأخ من الأم أو الأخت من الأم، طبعا هنا ليش فصلنا يا إخوان؟ شوفوا، لما كانت القضية إخوة أشقاء وإخوة لأب ذكرنا هذا القيد، ذكر من الأصول والفروع حصرا الذكور. لكن شوفوا، لكون الأخ من الأم أضعف من الأخ الشقيق والأخ لأب تماما وأبناؤهم، قلنا أيضا الأنثى اللي هي البنت وبنت الابن كذلك تحجب الأخ من الأم والأخت من الأم. يعني الآن لو أردنا أن نقول يا أخوان، لا سألناكم سؤال الآن، من هم الأشخاص الذين يحجبون الأخ والأخت من الأم؟ هذا أخ من أم، أخت منهم، من يحجبهم؟ أولا يعني يحجبهم، هل يسميهم بالاسم؟ الابن وأنت هاي الفروع، اثنين أصول، جد تمام، وأنت صاحب تمام. ثم نأتي ثالثا، شوفي ماذا يضاف؟ هؤلاء الابن وابن الابن وابن ابن الابن تمام، وكذلك الأب وكذلك الجد، هؤلاء يحجبون الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. طيب لما جينا على الإخوة اليوم يضاف إلى هؤلاء ماذا نقول؟ الفرع الوارث الأنثى اللي هي بنت طبعا، بنت وبنت الابن، وهكذا أنت نازل، بنت ابن وأنت نازل تمام. فماذا عرفنا؟ لذلك ماذا قال الناظم يا أخوان؟ بس نركز على البيت. ماذا قال الناظم في هذا البيت؟ قال وولد الأم ببنت فضل. ايش معناها فضل؟ ما فضلوا يعني، قال لك يعني معنى فضل زيادة على ما سبق، زيادة على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أن الإخوة من الأم يحجبهم كذلك البنت وبنت الابن، والبنت أنثى وبنت الابن أنثى، أليس كذلك؟ لذلك قال الناظم وولد الأم، ولد الأم هو الأخ من الأم، ولد الأم والأخ من الأم، وولد الأم ببنت فضل وبنت الابن وبجد من خلا. هو نحن على رأي الصحيح أن الجد يحجب حتى الإخوة الأشقاء، واضح؟ لكن على كلام الناظم حتى تفهم المنظومة، ترى ليش الناظم هنا قال وبجد من خلا؟ لأن الناظم يفرق هون، الناظم على رأي الجمهور، الناظم يقول أن الجد لا يحجب الأخ الشقيق ولا الإخوة من الأب، هذا رأي الجمهور. لكن الصحيح الذي يجب أن نتعلمه وأن نعرفه ما هو؟ أن الجد يحجب الأخوة مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو غير شقيق. واضح يا أخواني؟ طيب، ثم القاعدة الخامسة. بالمناسبة القاعدة الخامسة والسادسة مرت معنا في القريب المبارك. تذكر صوت القريب المبارك؟ القريب المشهور، مين يتذكرها؟ طيب، قبل ما ننتقل إلى القاعدة الخامسة والسادسة، الأشخاص الذين يحجبون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أكثر أم الأشخاص الذين يحجبون الإخوة لأم؟ أكثر، لأنه يضاف، قال لك فضل، يضاف على من سبق أن البنت وبنت الابن كذلك تحجب الإخوة. يعني إذا عندك في مسألة يا إخواني، هذه مسألة مهمة، إذا في مسألة عندك بنت مثلا وأخ منهم تمام،
نحن تعلمنا الأخ من الأم يأخذ مثلا إذا انفرد يأخذ ماذا؟ يأخذ من الأم يا سدس يا ثلث، هذا ميراثهم تمام. إذا انفرد الثلث، هو هذا الأصل تمام، يأخذ الثلث. لكن لوجود البنت تماما محجوب، يحجب بالبنت، يحجب بالبنت، لا ميراث له، لا ميراث له مع وجود البنت. واضح يا إخواني؟ هو الحجب حرمان. هنا البنت حجبت الأخ من الأم، حجب حرمان خالص، حجب حرمان. أنا قلت لكم الأبيات الموجودة كلها حرمان، كلها حجب حرمان. طيب، ثم القاعدة الخامسة قال لك وبنت الابن بابنتين تحجب. هذا مر معنا في تذكروا في من يرث السدس، وذكرنا بنت الابن ترث السدس متى؟ تكملة الثلثين إذا كانت تكملة للثلثين إذا كان في بنت واحدة. لما يكون في بنتين تحجب. لذلك القاعدة تقول يا أخواني هنا في باب الحجب في هذا الباب بالذات قال لك بنت الابن تسقط بوجود جمع من البنات. بنت الابن تسقط بوجود جمع من البنات إلا إذا وجد من يعصبها. طيب، هذه القاعدة الخامسة. بنت الابن تسقط. طبعا في علماء رفضوا كلمة تحجب، يعني هي تسقط لأنه أصلا ما ضل شيء. تسقط يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين كان الأولى أن يقول تسقط ولا يقول تحجب، لكنها لا مشاحة في الاصطلاح. تمام. بنت الابن تسقط بوجود جمع. ثم تلاحظون سبحان الله القواعد أحيانا تكرر. نعم شيخ. لأنه هي مرت معكم بوجود جمع من البنات إلا الاستثناء، إلا متى؟ إلا إذا وجد من يعصبها. مين يعصبها؟ أخوها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه، ويسمى القليل المبارك. مضبوط؟ يعني يا أخوان إذا في مسألة عندك مثلا بنت مثلا بنات اثنين تمام، وبنت ابن، البنات الاثنين يأخذن الثلثين وهذه تسقط. إذا في ابن شيخ تمام يا إخواني؟ هذه تسقط. هذا معنى كلام الناظم قال لك وبنت الابن شوف بابنتين تسقط. طيب لو كانوا ثلاثة؟ في ناس ترى تفهم الأمور هكذا، يقول لك اثنتين أما ثلاث ما تقدر. إذا كان باثنتين تسقط فثلاثة من باب أولى، أربعة من باب أولى. تمام؟ إذا موجود في عصب. أيوة. حتى نكمل كلام الناظم شو قال يا خالد؟ قال لك وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن لها معصب. إلا مع ابن لها معصب. إذا كان في ابن ولا ما عاد تحجب، لأن هذا فقواها فكان عصبة. هذا معنى كلام الناظم، وهذا مر معنا. شو اسمه هذا سميناه؟ هذا القليل المبارك. هذا جاء من أدغال إفريقيا. هذا القليل المبارك الذي لم يتركها هكذا وإنما قواها وكان بركة عليه. شيخنا طيب، ترى هاي القواعد الخامسة والسادسة مرت معنا في باب السدس، مرت معنا هذه كلها. شيخ خالد سادس شيخ. القاعدة السادسة هي البيت الأخير. وبالشقيقتين قال وبشقيقتين أخت لأبي. الأخت من الأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، فإن كانتا أختين تسقط. فإن كانتا أختين تسقط. نفس الكلام نقول هنا الأخت من الأب. أنا ما عاد أكتب أخت لأب مشان ما تشكل عليكم المسألة. الأخت من الأب تسقط بمن؟ تسقط بوجود جمع من الأخوات الشقيقات. طبعا جمع من الأخوات تمام، الشقيقات. طيب إلا كمان الأثناء بوجود من يعصبها.
كذلك إذا وجد من يعصبه وهو أخوها الأخ من الأب، إذا وجد الأخ من الأب لا تسقط وإنما يقويها ويعصبها. نفس المسألة كمان إذا كان عندي مثلا أخت شقيقة مثلا على 6 تمام، وأخت بأب، الأخت الخوات الشقائق يأخذن الثلثين وهذه كمان تسقط. لذلك قالت وبشقيقتين تمام، بشقيقتين تسقط إذا كان 6 من باب أولى. بشقيقتين أخت لأبي تسقط، يعني هذا معنى كلام الناظم مفردة عن الأخ المعصب، مفردة فإذا كانت لحالة المسكينة. أما إذا جاء أخوها من البرازيل أخ من أب، فهذا يأتي فيقويها ويعصبها تمام. طيب هذه قواعد الحجب سهلة جدا جدا الآن، يعني يحتاج منك الأمر تتذكر بس الرسم اللي رسمته تمام. طيب بس مشان الفائدة أنا سبحان الله ما جمعت لكم القضية، وإلى المسألة ترى بغير رسمها يتضح عندك باب الحجب كله كامل تقريبا. طيب نفس الرسمة هاي نعيد اللي هي الميت، قلنا هون أب جد في داعي نطلع خلاص الأمر خلاص وين على شيخ يقول أم جدة تمام. هذه طبعا هذا السهم خلينا نعبر فيه سهم الحجب تمام، به الشكلات، هذه تحجب هذه وهذا يحجب من جنسه في باب الأصول تمام. نأتي إلى باب الفروع هنا ابن تمام، ابن إلى آخره. طبعا حتى لو في بنات مثلا بنت ابن مثلا أيضا يحجبها وهكذا، هؤلاء كلهم محجوبون بهذا تمام في باب الفروع. وأنت نازل نأتي هنا إلى السهم الصغير اللي هو باب إخوة، أخ شقيق، أخ بأب. ليش ما كتبنا ابن أخ يا أخواني؟ انتبهوا ترى حتى هي مسألة مهمة ترى. أنا ما كتبت ابن أخ شقيق فورا، لأن الأخ لأب يبقى أقرب إلى الميت من ابن الأخ الشقيق ترى. هذا في باب العصبات أخذنا إذا ما هذا شيء ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. هون نكبر السهم عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. طبعا أنا اضطريت أرسم رسمة مرة ثانية. قاعدة الحذف في الأصول قلنا قاعدة الحذف في الأصول من يعود فيذكرها أو يذكرها؟ الأدنى يحجب الأعلى إذا كان من جنسه. قاعدة الحذف في الفروع فيما بينهم، أنا ما أقول فيما غيرهم، فيما بينهم بس. فيما بينهم الأعلى يحجبون الأدنى، الأعلى من الذكور يحجب الأدنى. أيوة الأعلى من الذكور يحجب سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. نأتي إلى الحواشي يوم الإخوة والأعمام. الذكور من الأصول والفروع، الذكور من الأصول والفروع يحجبون الحواشي تمام. طيب الأخ من الأم والأخت من الأم هذا يضاف إليهم أيضا يحجبهم البنت وبنت الفرع الوارث الأنثى، الفرع الوارث الأنثى، الفرع الوارث. طيب هذا الكلام ذكرته يا أخواني. هنا هذه تحجب هذه وهذا يحجب هذه تمام. هنا قلنا هذا يحجب هذا تمام. نأتي إلى باب الأصول يحجبون الحواشي. طبعا أصول الذكور انتبهوا مو الأصول المنترة. إذا جئنا إلى باب الهين نحجب طبعا صار الكلام عن الحواشي. الأصول الذكور يحجبون الحواشي سواء كانوا إخوة أو أعماما وأبناءهم تمام يا أخواني. نأتي إلى الحواشي فيما بينهم، نقول الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد. يعني إذا كان عندي في مسألة أخ شقيق وأخ لأب، ولا الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقرب. ليش حطيت السهم هذا أنا؟ هذا السهم أنزل يعني. وإذا كان عندي في مسألة أخ لأب وابن أخ شقيق أيهما؟ أخ لأب وارث، ابن أخ شقيق محجوب. كذلك في باب الأعمام العم الشقيق يحجب العم لأب، وابن العم الشقيق يحجبه العم لأب، وابن العم الشقيق يحجبه ابن عم لأب يحجبه ابن العم الشقيق. هاي المسألة هاي قرأناها في باب العصبات
دائما في باب العصبات اللي هي 3 مسائل ما ننساها، اللي هي الجهة والدرجة والقوة. دائما نقدم الجهة الأسبق والراجحة، ثم نأتي إلى الأقرب، ثم نأتي إلى الأقوى، ثم نأتي إلى الأقوى. طبعا الفروع يحجبون أيضا الحواشي بصنفين. الفروع يحجبون الحواشي، تمام؟ فإذا رأيت في مسألة الآن صارت عندك قاعدة الحجب سهلة، إذا رأيت في مسألة فرع وارث ذكر كل الحواشي محجوبين، وإذا رأيت أصلا وارثا ذكرا يعني أب وجد كل الحواشي محجوبين. خلاص المسألة عندك فورا تنحل، سهلة جدا جدا. ترى المواريث سهلة. إذا قرأت من باب الحجب سبحان الله باب الحجب يسهل عليك كثير من المسائل ما كنت تفهمها من قبل. وأنا إن شاء الله يا إخوان شايفين الورقة هذه؟ سوف أطبعها لكم، لكن بعد الورقة هذه ما أقبل أي واحد منكم ما يعرف يحل ولا مسألة، لأنه هذه الورقة تلخص لك كل ما أخذنا في ورقة واحدة. كل الكتاب في ورقة واحدة. لا مو كل الكتاب، إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه. بأنه شوف شو عندك الوارث حالات إرثه حجبه، من يحجبه طبعا تماما. شوف سبحان الله قايل لك الزوج لا يحجب، الزوجة لا تحجب أبدا، الزوجة لا بد أن ترث، الابن لا يحجب، البنت لا تحجب، الأب لا يحجب، الجد أصحاب الفروض ما يحجبون. يحجب بالأب يعني تماما. فعندك 5 لا يحجبون، من هم؟ الزوجين، الوالدان والولدان والزوجان. 6 يعني هم 6، لكن هم 5 يعني ما يصيرون 6 يعني. لا يتصور زوج وزوجة موجودان، فلا بد أن يكون أحدهما موجود. إذا كان في مثلا عندك ابن وبنت وأم وأب وزوج، هؤلاء مستحيل يسقطون. زوج أو زوجة مستحيل أن يسقطون. شيخ من الستة من الموت واحد عم تشتغل شيخ. هي ما ناخذ موت غير واحد، موت يا زوج يا زوج. قدر شيخ. يعني جزاك الله خير. أنا أحاول أطبعها لكم إن شاء الله بكرة. يعني حتى بس أنا أعطيكم ملاحظة هاي هون بس. هو سبحان الله هذا حتى اللي كتب الورقة على رأي الجمهور. يعني مثلا هون عنده الأخ عفوا الأخ شقيق قال كاتب لك يحجبه الابن وابن الابن والأب. شايفين مو كاتب الجد، لأنه هذا رأي الجمهور. نحن هنا نضيف 4 الجد. كلنا يا شيخ تمام. الدولة راح تطبع هاي الرسائل إذا فيها أخطاء شيء أنا راح أطبعكم يا شيء بس أنتم أنا إن شاء الله بس شيخ الكتاب قلم الأشياء تضيفوها والشيء أقول لك الكتاب قلمك مشان تطبع الكل مطبوعة جاهزة للكل. لو أنا بصحح بالكمبيوتر. لا خليه حتى الكلام اللي غير طبعا حتى يعني شيخ تطبعها تصوير شيخ. هاي اللي صورناها.